رجالا. حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ليست مجرد آية، بل وعد ينتظر من يلبيه. وحين يشتد الحنين تفتح السبل، وتكون تيم جاد سفر أقربها سبيلا. في إطار التحضيرات لموسم حج 1447 هجري الموافق ل 2026 ميلادي، تنظم شركة تيم جاد سفر يوما تحسيسيا وتوعويا لفائدة حجاجها الميامين، تضع فيه من خبرتها في خدمة ضيوف الرحمن بخبرة متراكمة ورؤية تقوم على العناية بأدق التفاصيل. تسعى تيم جاد سفر إلى تقديم تجربة تنظيمية متميزة ترافق الحاج منذ أول خطوة حتى تمام أداء المناسك، لضمان رحلة إيمانية متكاملة تؤدى فيها شعيرة الحج في أجواء من الطمأنينة والراحة واليقين. قوائم تضبط بدقة وأسماء ترتب بعناية ليكون كل حاج في مكانه، وكل خطوة محسوبة نحو الرحلة الأسمى. بداية اليوم كانت بتوافد الحضور من حجاج وأهالي امتلأت بهم قاعة المحاضرات لجامعة العلوم الإسلامية باتنا، في استقبال وتوجيه من طرف مرشدي الوكالة بكل دفء ومحبة. 247 حاجا لهذا الموسم لبوا نداء هذا اليوم التحسيسي المنظم من طرف شركة تيم جاد سفر للتعرف على تفاصيل رحلتهم الإيمانية ومراحل أداء المناسك بكل وعي واطمئنان. يا أرض مكة خافقي ناداك. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. آبائي أمهاتي إخواني أخواتي من من الله عليهم بحج هذا العام، تشهد شركة تيم جاد سفر هذا اللقاء التحسيسي التوعوي التوجيهي مع حجاجها لهذا الموسم إن شاء الله. وتكون حجة مبروكة إن شاء الله عليكم كامل بصحة جيدة. لما كنت تجربتي درك 43 سنة في الميدان، ويلحقكم رب العالمين وتديروا حجتكم على خير وتوجيوا على خير إن شاء الله. ثم إن شاء الله راح تكونوا سفراء تاع الجزائر على مستوى السعودية. وكالة تيم جاد احنا عندنا فيها الثقة، واكبر دليل انه يعني بين لي زاجونس الوكالات اللي عمرت لي بلاص تاعها على بكري. كيف لا وهي وكالة عريقة من 1983، وهي حاليا أقدم وكالة خاصة حاليا تشتغل في الجزائر. اختيارها من طرف الديوان الوطني للعمرة والحج من أول سنة إنشائه إلى غاية اليوم، أكبر دليل على ذلك. هذه الفرصة جات، واللحظة التي كنت تنتظرها منذ سنوات أتت، فلا بد الإنسان يحرص عليها أيما حرص، يسعى أن يؤديها تأدية يرضي بها الله عز وجل. أول شيء مطلوب هو إخلاص النية لله عز وجل. نبدأ نعقد النية من الآن، نعقد النية وتنتج مع الحقائق. تحتاج صبر، تحتاج مصابرة، تحتاج مرابطة. آبائنا وأمهاتنا نسألكم أن لا تنسونا من صالح دعائكم. شكرا لك ربي، حمدا لك ربي، أحييت روحي وأنرت قلبي. شكرا لك ربي. آبائي أمهاتي إخواني زملائي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله حجا ميسورا ميسرا مباركا، وأن يعيننا على خدمتكم. ونشكركم مرة أخرى وضعتوا الثقة في هذه الوكالة العريقة، وجزاكم الله خيرا. ربي سبحانه اختاركم لأداء هذا الركن العظيم اللي هو خامس أركان الإسلام، حج بيت الله الحرام. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. احنا هنا بدورنا كمرافقين راح يكون دورنا الأول هو أنه نسهل لكم طريقة هذا النسك وهذه العبادة العظيمة.
بعد ذلك شهد البرنامج مداخلات للجمهور للاستفسار أكثر، وتلقوا ضمنها إجابات وشروحات تساعدهم على إتمام شعيرة الحج. نهاية هذا اليوم كانت بتقديم باقة متكاملة مهداة لكل حاج من طرف الوكالة، تتمثل في أغراض تعينه على أداء مناسكه براحة وتنظيم، وترافقه في كل خطوة من رحلته المباركة. وصولا لآخر حقيبة تنطلق من هنا فارغة وتعود ممتلئة بالسكينة والقبول. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يغشاها، وادعي لي. نودع اليوم حجاجنا الميامين على أمل اللقاء بهم يوم 3 ماي 2026 بمطار ولاية باتنا الشهيد مصطفى بن بولعيد، في رحلة مباشرة من باتنا إلى المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.